بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة عن الأنبا مكسيموس مطران القليوبية، وهو كان راجل قديس في عصره وحصلت فيه معجزات كتير، وكان دايما دائم الصلاة لكل الناس هناك، وكان محب لكل الناس بكل صفاتهم بكل أساليبهم، وكان دايما يصلي لهم بكل محبة، والناس كانت تعزه وتحبه كتير. والأنبا مكسيموس اتولد سنة 1911 2 إبريل، واتولد باسم أوسا جيد جرجس في مدينة أخمين، وهو نشأ على حب الصلاة، وكان دايما دائم العبادة جوه أوضته، ومحب الكنيسة بطقوسها وألحانها. وأسرته بتقول إنه كان دائم الوحدة جوه حجرته دايما، ودائم على الصلاة والمطانيات والصلاة طول اليوم من صغره، حتى إن نفسه اتعلقت بحياة الرهبنة من هو صغير لغاية لما كبر. لما في تاريخ 22 إبريل 1932 إنه يتعلق ويروح للرهبنة بنفسه، وبالفعل اترهبن في دير الست العذراء بالمحرق تحت اسم الراهب إنجيلوس المحرقي، وتمت رسامته كقسيس سنة 1936. وبعد كده أصبح مدرس لمادة اللغة القبطية، واللي أتقنها بإتقان شديد. وده كان كل حال الرهبان في دير المحرق لوجود المسبح اللي جلس عليه السيد المسيح وهو صغير. وبعد كده ابتدى يبقى ناظر، واختاروا الأنبا يوبساب إن يكون ماسك مكتبة القبطية في الدير. وبعد كده اختاروا إنه يكون الأمين العام ليه شخصيا، ويكون السكرتير تبعه. وبعد نياحة الأنبا يوساب اختار إنه يكون مكانه، وترشح للبطريركية سنة 1959 ميلادية. لكن القرعة الهيكلية اختارته التاني بعد القس مينا المتوحد اللي أصبح بابا كرولوس. بعد كده اختاروا البابا كرولوس إن يأسس أول كنيسة في الكويت مع شماس من عنده، وكان الشماس ده أصبح الأنبا بخميس مطران البحيرة الحالي. ولما اختاروا المنوفية قال له إن أنا جبتلكم مطران بيرضى بأقل القليل، حتى بشندوتش ب3 أبيض، فكان بيرضى دايما بقليله، وكان محب للكل، وكان يخدم الكل بكل قلبه رغم انه في منصب كبير، وكان متواضع، وكانت الناس تحبه اكتر واكتر، واهتم بالخدمة، وكان بياخد 2 أساقفة معاه في الزيارات، وكان ما بيسمحش ابدا لفقير انه يقف محتاج، كان بيدي للجميع، وحتى الكنائس الفقيرة اللي حواليه كان بيوزع ويتبرع عليهم دايما، وكان دايما